احلى مسا على اجمد دبابات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد تمرينة الكتف من نفس السايكل اللي احنا ماشيين عليه. ما تنساش تتفرج على التمارين اللي فاتتك، هتلاقي تمارين الرجل والشست والظهر موجودين على القناه. وطبعا كالعاده هنسخن كويس الاول، وما تنساش تتفرج على فيديو التسخين لو عايز تعرف تسخن الابر بادي بتاعك ازاي عشان تبدا تمرينة الكتف وانت مستعد ليها من غير اي اصابات. ويا ريت لو فيديوهاتي بتعجبك وبتستفاد منها ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، واعملي لايك وشير، ويا ريت تعملي فولو على التيك توك. ويلا بينا نبدأ التمرين. اول تمرين معانا هيكون شولدر بريس على الماشين. هنلعب بنفس التكنيك بتاعنا 25 عدة، 5 عدات ايدك الاتنين مع بعض، 5 يمين 5 الاتنين مع بعض، 5 شمال 5 الاتنين مع بعض. عايزك تبقى قاعد مرجع وسطك كله لورا على الاخر، عامل القرش المتين، كتفك كله لفوق، صدرك لفوق، وتخلي كوعك قدام سنة صغيرة، والايد اللي ما بتلعبش بيها تكون ثابته فوق. هندخل على تاني تمرين وهو الفرونت دمبل ريز اللي هو الرفرفه الامامي بالدمبل، وهنخلي الدمبل كده بالطول يعني هامر جريب. وهندخل بنفس التكنيك بتاعنا ال 25 عده متقسمين طبعا زي ما قلنا قبل كده. عايزك في التمرين ده تبقى مثبت جسمك كويس في الارض، تاني ركبتك سنه صغيره، ظهرك مفرود، ما تحاولش تحمل الوزن على ظهرك خالص، خلي كل التحميل على كتفك بس. ويلا بينا على الزاوية التالتة، هتكون ميليتري بريس بالبار واحنا واقفين. لو عندك مشكلة مع التمرينة دي، بتحس دايما الوجع بيحصل لك اكتر في ظهرك من تحت او في رجليك، حاول دايما تخلي ركبتك متنية سنة صغيرة، زي الارض كويس، عامل قرش كويس، وخلي دايما زقة ايدك فوق دماغك، يعني بترمي البار لورا شوية، ما تطلعش قدام وما تطلعش لورا اوفر، خلي بس فوق دماغك على طول. هتحس فعلا ان الكتف هو اللي بيشتغل. التمرين ده بجد قوي جدا، مميز جدا في ان هو بيشغل الثلاث رؤوس بتاعة الكتف كاملين. رابع زاوية معانا هتبقى كتف خلفي بالدمبل وانت نايم على الكرسي درجة 45. هتثبت جسمك كويس على الكرسي، صدرك مفرود، وتخلي الدمبل بالعرض زي ما انت شايف كده، كوعك لبره. تخلي كل الفلاي بتاعك اللي انت بتعمله عن طريق كوعك عشان تأكتف الكتف الخلفي كويس، وتحس بالكتف الخلفي هو اللي بيوجعك مش ظهرك. وهنفنش باخر زاويه هتكون ترابيس على الكابلات. طبعا انا بلعبه كده على الكيج، هي بالظبط الكابل. حط الستريت من تحت، ظبط اوزانك، طبعا خليها وزن تقيل بس تلعب بنفس التكنيك اللي انت شايفه ده. تطلع تعصر الترابيس لفوق للاخر وتنزل بالراحه من غير ما تكون السحبه بكوعك. وبكده يا دبابه تكون التمرينه بتاعت النهارده خلصت. ما تنساش تجرب التمرينه وتقولي رايك فيها، ولو تماريني وفيديوهاتي بتعجبك ما تنساش تدعمني وتعمل لي سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس. احلى مسا عليك يا دبابه.